هل من أهداف البرنامج الوصول إلى غاية دنيوية من أهداف وشهرة وغيرها، أم الغاية الوحيدة والقصوى هي الوصول لرضا الله عز وجل؟ والله بحيث الإجابة على السؤال ده فلا يعلم النيات إلا الله عز وجل. لكن البرنامج ليس قام على أي أهداف ربحية بالمرة. حتى لو وصلنا عدد المشتركين المطلوب والمشاهدات المطلوبة في اليوتيوب، فمش هنقوم بأي تفعيل إعلانات ولا أي شيء يعني، بعد عن الحرمانية بتاعتها يعني. فحتى لو كانت يعني فيها حلال، ما مش هنفعلها أبدا يعني. بتاخدوا فلوس على البرنامج؟ فلوس يا راد، بيتاخد منا فلوس. ما ناخدش فلوس للاسف. هذا ده لسه دفع ثمن الحجز، لسه ما خدتوش منك صح؟ خلاص يا عم اجي قدام الكاميرا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. ثم أما بعد، معكم في الحلقة 9 من برنامجكم الحافظ الرباني والمتسابق مصطفى طه، والمتسابق المعتصم رفاعي. معنا في الفقرة الأولى فقرة الجرس. والسؤال الأول: أين نزلت سورة النصر؟ في المدينة. المدينة، إجابة صحيحة. معنى كلمة أحوى فجعله غثاء أحوى؟ ما فيش إجابة. الجمهور؟ أسود متغير. أسود متغير أو أسود يابسا. السؤال الثالث: في أي سورة وخسف القمر؟ تفضل. سورة القمر. سورة القمر، إجابة خاطئة. سورة القيامة. سورة القيامة، إجابة صحيحة، أحسنت. السؤال الرابع: من القائل ما مكنني فيه ربي خير؟ تفضل. ذو القرنين. ذو القرنين، إجابة صحيحة. السؤال الخامس: سورة من أسمائها الشافية؟ تفضل. الفاتح. الفاتحة، إجابة صحيحة. السؤال السادس: حكم النون في كلمة من غسلين؟ إظهار. إظهار، إجابة صحيحة. السؤال السابع: السورة التي تقع بعد سورة الفيل؟ تفضل. سورة قريش. سورة قريش، إجابة صحيحة. السؤال الثامن: أعظم سورة في القرآن؟ تفضل. الفاتح. الفاتحة، إجابة صحيحة. السؤال التاسع قبل الأخير: سورة في الجزء 30 تبدأ باسم من أسماء القيامة؟ القيامة. في الجزء 30. تفضل. إجابة خاطئة طبعا. في إجابة. سورة في حزب الأعلى. القارعة. القارعة، إجابة صحيحة. رد، الحمد لله على السلامة. السؤال العاشر والأخير: آخر آية من سورة المطففين؟ تفضل. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إجابة صحيحة. والنتيجة في نهاية الفقرة 6 إجابات صحيحة مصطفى، 3 إجابات صحيحة المعتصم، والنتيجة 6 مصطفى 3 المعتصم. ننتقل إلى الفقرة التالية وفقرة المزاد. فقرة المزاد، والسؤال الأول: كم تستطيع أن تذكر من السور التي وردت في الجزء 29 في 30 ثانية؟ كلهم. ماشي، تفضل. تايمر. الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، المزمل، المدثر، القيامة، المرسلات، الإنسان. فضل سورة. الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح. طبعا إجابة خاطئة، ما أكملتش السؤال. 5 نقاط
للمعتصم. كم تستطيع أن تذكر من السور التي بدأت بحروف مقطعة مع ذكر الآية واسم السورة خلال 30 ثانية؟ كم؟ 9 أو 10. 9 و10 في 30 ثانية؟ ماشي. لا ثواني. عندك أكتر؟ 7. 7 حروف مقطعة. 8. 8 عارف؟ 9 عندك أكتر؟ 10. 10 عندك أكتر من 10؟ بس ما أقدرش أقولهم في 30 لا سنة. خلاص 10. تفضل يا معتصم. تايمر. ألف لام ميم سورة البقرة. كاف هاء عين صاد سورة مريم. ألف لام ميم سورة العنكبوت. ألف لام ميم سورة الروم. حاميم سورة غافر. حاميم سورة الزخرف. ياسين سورة ياسين. صاد سورة صاد. حاميم سورة الدخان. حاميم سورة الزخرف. قلناها الزخرف. حاميم سورة الجاثية. إجابة صحيحة، وال10 نقاط للمعتصم، والنتيجة في نهاية الفقرة 13 المعتصم، 6 نقاط مصطفى. ننتقل إلى الفقرة التالية وفقرة العد التنازلي. السؤال الأول: اذكر السور مرتبة من الشمس إلى النمل. الشمس. الشمس. البلد. البلد. الفجر. الفجر. الغاشية. الغاشية. الأعلى. الأعلى. الطارق. طارق. البروج. البروج. الانشقاق. الانشقاق. المطففين. المطففين. الانفطار. الانفطار. التكوير. التكوير. عبس. عبس. النازعات. النازعات. نبأ. النبأ. إجابة صحيحة، أحسنتم بدون أخطاء. السؤال الثاني: اذكر آخر آية من كل سورة من بداية الأعلى إلى الناس. آخر آية في سورة الأعلى. صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى. آخر آية في سورة الغاشية. إجابة خاطئة. آخر آية في سورة الغاشية. ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا حسابهم. إجابة صحيحة. آخر آية في سورة الفجر. إجابة خاطئة. آخر آية في سورة الفجر. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إجابة صحيحة. آخر آية في سورة البلد. في عمد ممددة. إجابة خاطئة. في عمد ممددة. إجابة خاطئة. آخر آية في سورة البلد. عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة. إجابة صحيحة. 3 أخطاء المعتصم، والنتيجة في نهاية هذه الفقرة لهذه الفقرة 7 نقاط ونصف منصفى، 2 ونصف المعتصم، والنتيجة في نهاية الفقرة 13 ونصف مصطفى، 15 ونصف المعتصم. ننتقل إلى الفقرة التالية، فقرة خمن السورة. تفضل. تفضل. ابدأ. اسأل. هل هي في حزب الأعلى؟ لا. اسأل. هل هي في حزب الأعلى؟ لا. تفضل. هل هي سورة النازعات؟ صح. أحسنت. إجابة صحيحة. عرفتها إزاي؟ بالبركة. بالبركة طبعا. ما شاء الله، ماشيين بالبركة دايما. تفضل اقرأ بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ما شاء الله، فتح الله لك. ننتقل إلى السؤال الثاني. تفضل.
اسأل. هل هي في حزب الأعلى؟ لا. هل هي في حزب النبأ؟ لا. اسأل. هل هي سورة التكوير؟ لا. إجابة صحيحة، أحسنت وبالبركة برضو ما شاء الله. وتصبح النتيجة بعد الفقرة 23.5 مصطفى، 15.5 المعتصم. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة التي ستبين من الفائز، فقرة تحت الضغط. مستعد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. تيمور، سورة الفلق مكية. صح. تفسير كلمة الذاريات أي الملائكة. صح. القائل فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ذو القرنين. خطأ. السورة التي تقع بين العاصر والفيل هي الهمزة. صح. سورة الحديد بدأت بيسبح لله. خطأ. حكم النون في كلمة من يعمل الإدغام. صح. السور التي قبل الفلق هي الناس. صح. آخر آية في سورة البلد عليهم. انتهى الوقت. المتسابق الثاني فليتفضل. مستعد؟ إن شاء الله. تيمور، سورة الفلق مكية. خطأ. تفسير كلمة الذاريات أي الملائكة. صح. القائل فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ذو القرنين. خطأ. السور التي تقع بين العصر والفيل هي الهمزة. صح. سورة الحديد بدأت بيسبح لله. صح. غلط. حكم النون في كلمة من يعمل الإدغام. صح. السور التي قبل الفلق هي الناس. خطأ. آخر آية في سورة البلد عليهم نار مؤصدة. صح. أفضل آية الدين. خطأ. المعوذتان هما الفلق. انتهى. صح. الأخير الفلق والناس. 7 إجابات صحيحة المعتصم، 5 إجابات صحيحة مصطفى، 10 نقاط للمعتصم. تصبح النتيجة في نهاية الحلقة 25.5 المعتصم، 23.5 مصطفى. مبارك للمعتصم ومبارك لمصطفى، فلا يوجد في القرآن خاسر. وبهذا يتم تصعيد المعتصم إلى المرحلة التالية. مبارك معتصم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما نظرنا للسماء شعرنا أننا نحوها نعلو. قيام جليلة صحبة نبيلة دربهم مره حلو. متعاونون على البناء جيل تماسك بالإخاء. أخلاقه القرآن ري للظماء. متعاونون على البناء جيل تماسك بالإخاء. أخلاقه القرآن ري للظماء. النشر إصلاح الحياة نهج القويم والنجاة لا أبتغي